السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا، وحشني نكون مع بعض. رجعنا النهارده ان شاء الله مع بعض بموديل جديد، ان شاء الله هيعجبكم. بس الاول، لو اول مره تشوفينا ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونقول بسم الله. النهارده هننفذ مع بعض موديل حلو جدا، نقول عليه كده موديل الهوانم. الموديل عباره عن وش والظهر، واحنا هنشتغل. طبعا تقدري تشبكيه او تقفليه باي طريقه تحبيها. انا هنا نفذته باسهل طريقه تقدري تشتغليها لو انت حتى مبتدئه او اول مره تنفذي شنطه. هنشتغل مع بعض بكل ببساطه، وكل التفاصيل ان شاء الله هنقولها. الموديل الجلد جاي لنا من جروب صناع السعاده لخامات الهاند ميد، مدام ام عبد الرحمن. الموديل متوفر باربع الوان، تقدري تطلبيه اي لون، دول لونين وفي لونين كمان. الشنطه تفاصيلها حلوه قوي. انا اشتغلتها بابسط طريقه اهي شكلها. قفلت كمان من فوق هنا كده بسوسته اهي. عملنا البطانه، طبعا البطانه كل تفاصيلها هتلاقيها موجوده، هحط لك برده اللينكات. ده جيب بسوسته، يعني دي سوسته اهي اهي. والجيب نفسه انا عاملاه جيب. الشنطه حجمها حلو جدا، مناسب تخرجي بيها وتروحي بيها النادي. شنطه عمليه جدا وخفيفه، يعني الميزه اللي فيها قوي انها خفيفه جدا، مش هتحسي بفرق عن الشنط مثلا الجلد الجاهزه. هنشوف كل التفاصيل وطريقه التشبيك وكل الخطوات ان شاء الله. نقول بسم الله ونبدا على بركه الله. هنتعرف دلوقتي على الخامات اللي هنستخدمها معانا. الطقم الجلد اهو، جاي لنا من جروب صناع السعاده لخامات الهاند ميد. الطقم جديد، مش هتلاقيه غير حصري عند جروب صناع السعاده. الطقم بيجي مكون من الوش ده اللي هو ده، كمان جيب، والظهر بتاعه. هنحتاج معاه، هنشتغل ان شاء الله بخيط سلسله. تقدري تشتغلي بالخيط المتوفر عندك، سلسله، قيطان، مكرميه، اي خيط متوفر عندك. الطقم كمان بيجي معاه الدراع الطويل للشنطه، وهو عباره عن متوسط اللي هو راكب فيه ده، اللي هو الدراع الكتف. هنحتاج كمان سوسته والجرار بتاعها. وطبعا الموديل ده تقدري تقفليه او تخليه باكتر من طريقه. هنتكلم مع بعض ان شاء الله واحنا شغالين عن اكتر من طريقه تقدري تقفلي بيها. دلوقتي الطقم الجلد بتاعنا، احنا هنا اشتغلت الوش ده. اهم حاجه مش طريقه تزايد. فكره الشغل عندنا ان احنا بنشتغل الغرز في الفتحات، بحيث يبقى الشغل عندنا مفرود بالطريقه دي. لا هو الشغل مشدود ولا هو مفرود لدرجه انه يقوس من التزايد. فاحنا هنشتغل الوش ده بنفس الطريقه. هتحطي الوشين قدام بعض كده، واللي عملناه في الوش ده هنعمله بنفس الطريقه في الوش ده. هو الطريقه بتاعته بسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه. الفكره كلها ان انتي هنشتغل في الفتحات هنا. فانا هاجي هنا اخد الغرزه اللي في النص اهي. الخيط ده عندي متوسط، مايل ان هو يكون رفيع مش سميك، فهشتغل معاه بابره 3.5 اهو. كمان انا محتاجه ان الغرز تكون مشدوده علشان الشنطه تبقى، طبعا الشنطه كلها معتمده على الجلد، فانا مش عايزه ادعمه، انا عايزه الشنطه تبقى هي مدعمه نفسها. فهشد ايدي في الشغل بحيث ان الغرز تبقى مشدوده، مش مشدوده انها تقوس الشغل، لكن مشدوده ان هي ما اشتغلش بابره كبيره بمعنى اصح. هبدا اول غرزه اهي، هرتفع سلسله، ودي بدايه الشغل. وهسيب شويه خيط ورا. الخيط اللي انا بسيبه ده اللي انا بقفل بيه السطر بتاعي. هاجي هنا في اول غرزه اعمل كمان غرزه، يبقى انا كده عملت غرزتين. التالتة هكونها في الاخر زي ما احنا عارفين. ادي كده واحد، وادي التاني كده غرزتين. هاجي على اللي بعدها، يعني كده الغرزه دي انا عملت فيها 2 والتالتة بكونها في الاخر، يبقى اول غرزه دي فيها 3 غرز. الغرزه اللي بعدها اهي هدخل واعمل فيها 2 بس. يبقى انا همشي التزايد بتاعي هنا 2 3 في القاعده. ممكن وانت شغاله خيطك يبقى اسمك، تلاقي الغرزتين مظبوط، يبقى خلاص كملي غرزتين. حسيتي ان الغرز لا بعيده ومحتاجه تزيد، زودي اهو. ادي 1 2 3 بالشكل ده. انا لقيت عندي الغرز، بصي تلاقي الغرز منتظمه، مش واسعه ومش راكبه فوق بعضها كده. تعرفي ان انت الطريقه اللي اشتغلتي بيها مظبوطه. انا هكمل بنفس النمط ده في كل غرزه، 1 2 1 3. لكن في الاركان هنا اللي هو الدوران ده، بصي هخليه في الظهر عشان يبقى باين اهو. ال3 غرز اللي في الركن ده اللي هي دي
ودي ودي هعمل فيهم تلاتات، حتى لو الدور بتاعهم مش تلاتة. يعني انا هشتغل 3 2 3 2 3 2، هاجي هنا اعمل 3 3 3 وارجع اكمل النمط 2 3 2 3، هكمل لنهاية الشغل ونرجع نشوف شكله. دلوقتي انا خلاص اهو وصلت لنهاية الدور، فاضل عندي اخر غرزة. هنشوف ازاي بنقفل مع بعض. اخر غرزة اهي، هدخل اسحب الخيط بس مش هكمل بنفس الخيط، هو كده كده الخيط خلص عندي فبس مش هكمل بيه. هاجي اقفل الغرزة بالخيط اللي انا كنت سايباه من البداية اهو كده. فلو انتي الخيط عندك مكمل عادي هتكملي عادي. هاجي بقى اقفل السطر اهو. اول غرزة عندي انا اشتغلتها، هدخل اسحب الخيط واجي من ورا كده، هدخل تحت الحلقة اللي ورا دي مع الباكلو في نص الغرزة واسحب الخيط. طبعا دي قفلة الدور اللي بنقفل فيها على طول اهي. بقى ده شكلها. عايزه اشوف بقى، عايزه اوريكي كده شكل الجلد معايا اهو بعد ما الدور خلص، بيبقى مفرود ولا مقووس ولا فيه اي تنايات اهو. دلوقتي بقى عشان لما بنيجي نشبك الوش مع القطعة المستطيلة اللي بنشتغلها، هشتغل سطر منزلقة على الغرز دي داير ما يدور، علشان اولا عشان يسهل عليا في التشبيك، تاني حاجة بيخلي شكل التقفيل بتاعنا احلى. فطبعا الخيطين اللي هو البداية والنهاية دول انا هربطهم. لو انت الخيط معاكي مكمل، انا هنا عشان الخيط خلص عندي فهوصل. هاجي في نفس الغرزة اللي انا قفلت بيها اللي هي كانت اول غرزة عندي، هرتفع سلسلة اهي، واجي اشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة اهي بالشكل ده. في المنزلقة اظبطي ايدك ولا تشدي ايدك ولا تريحيها قوي. هدخل في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واطلع. همشي السطر كله بسطر منزلقة اهو كده اهي. ده شكلها. هقفل الدور كله ونرجع ان شاء الله نشوف بنشبك مع بعض ازاي. عشان نعمل مع بعض القطعة المستطيلة اللي انا هشبك بيها الوشين، فده السمك بتاعها تعمليه زي ما انت حابة، لكن هو يفضل ما تقلش عن 10 سم، تزيد يعني ممكن 10 12 13 سم. طبعا هي نسبة وتناسب عشان حجم الجلد مع حجم عرض الشنطة. انا هنا هبدأ ب 13 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سلسله، دول اللي هيبقوا ثابتين معايا كل الادوار. انا هشتغل قطعه مستطيله طولها تقريبا 96 سم، فال 13 سلسله دول بالنسبه لي على ما الف، يعني انا بشتغل ال 13 سلسله وهطلع بيهم سطور ثبات، وبعدين هلف القطعه داير ما يدور بغرزه الحشو، فهتديني عرض شويه. عايزه تعرضيها اكتر ده حسب ما انت حابه شكل الشنطه. هرتفع سلسله اللي هي الارتفاع، وهاجي في ظهر السلسله من ورا وهشتغل غرز حشو. ادي 1 2 3 السطور، كل السطور اللي جايه بنفس الطريقه غرزه حشو ثبات، يعني السطور كلها 96 سنتي 13 سلسله اهي. تعدي وانتي شغاله اول كام سطر كده لحد ما الشغل يظبط معاكي وتشتغل. هخلص الطول بتاعي اللي هو 96 سنتي، وهشتغل غرزه حشو داير ما يدور القطعه. طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده كتير اهي. تتأكدي بعد كل دور لو انت مبتدئة وبتتلخبطي عدي عشان القطعة تبقى مستقيمة ومنتظمة اهي. اخر غرزة عندي في الدور هشتغلها، ده عرض القطعة بتاعي. لسه هنزود داير ما يدور حشو فهتديني عرض شوية. هرتفع سلسلة، هلف الشغل، وهاجي في اول غرزة واشتغل غرزة حشو. اللي بعدها خلاص هنشتغل سطور ثبات بطول 96 سنتي. هشتغل ونرجع نشوف شكلها. خلاص اهو بعد ما اشتغلت القطعه المستطيله بتاعتي 96 سنتي ولفتها بغرزه الحشو اهي بالشكل ده، بقت عندي ده شكلها. طبعا هي طويله مش هتيجي كلها في الكادر، بس انا قايساها اهي. هنقيس مع بعض. ادي اولها اهي 95 سنتي 96
يعني هو ده الرينج بتاعنا. طيب بعد ما خلصت القطعه المستطيله اهي بقت معايا بالشكل ده منتظمه، وغرز حشو رايحه جايه. تقدري طبعا بدل الحشو تشتغليها نص عمود، لكن زي ما اتفقنا عشان تبقى الشنطه ناشفه وماسكه نفسها يفضل غرز الحشو، واظبطي مقاس الابره مع سمك الخيط. الخطوه الجايه ان شاء الله نبدا نركب مع بعض الجزء ده، هنشبك بيه الوشين مع بعض عشان نشبك الوشين مع بعض بالقطعه المستطيله اللي احنا اشتغلناها. بعد ما قفلنا القطعه الجلد عندي وقفلت عليها بغرزه المنزلقه، وقلنا هنعرف ليه. هنا اهو ده شكله، انا هقلبه على ظهره اهو، يبقى ده ظهر الجلد. القطعه بتاعت المستطيله اللي انا اشتغلتها هقسمها نصين، يعني هخليها متطبقه بالنص عشان اجيب النص بتاعها. دي اسهل طريقه واللي تخلي معاكي ان شاء الله الشنطه مظبوطه. ما تجيش تشبكي تلاقي جنب اطول من جنب اهي. انا قسمتها بالنص كده، هاجي في الغرزه اللي اتكونت عندي في النص دي واحط ماركر، بقى كده ده عندي نص بالظبط. تمام. هاجي احط القطعه بتاعتي اهي عند الشنطه اهي. القطعه اللي انا حطيت فيها الماركر دي هاخد المقابله ليها تحت اهي كده اهي، واجي هنا في القطعه الجلد واخد النص بتاعها بالظبط. الغرزه بتاعتي في النص اللي انا بادئه فيها اهي النص بتاعها، واشبك الماركر مع هنا. فانا كده علمت النص بتاعي كده اهي. الاسهل بقى طبعا، الاسهل ان احنا نمسكها نشبكها من فوق وننزل بيها لف. ممكن تلاقيها وربت معاكي، او هنا بقت طويله وهنا قصيره، جيتي انت ريحتي ايدك تحت في القاعده، لا. لكن لما تقسميها كده خلاص، وتيجي تثبتي برضو هنا الاركان هنا هنحط برضو ماركر، همسك الغرزه المقابله مع دي واجي احط فوق. ملحوظه مهمه جدا، انا مش محتاجه ان حرف الشنطه من فوق يكون بادئ هنا، يعني انا مش عايزه الحرف يبقى على الحرف فوق هنا، عشان انا هشبك من فوق واجي اركب سوسته. فلو الحرف ده فوق على الحرف اما تيجي الشنطه تنتنى لجوه هنا هتضايقك، فاحنا عايزينها اقل من فوق تقريبا بسنتي او باتنين، هيسهل معاكي وانتي بتركبي السوسته والبطان. فانا هاجي اهو لما وسطنتها كده هاجي هحتاج ايوه كده. بصي انا محتاجه ان انا اما اثبت القطعه هنا كده تبقى لحد هنا، هاخد الطرف ده مع اول الطرف ده كده واشبك بغرزه منزلقه. الطريقه دي هتسهل عليكي جدا وتخلي الشنطه معاكي مظبوطه. وهنا برضو نفس اللي عملته في الجنب ده، هشبك الغرزه من هنا بمنزلقه من تحت هنا، واحط الحرف برضو فوق هنا. بدايه التشبيك بقى هاجي عندي ازاي بلضم الخيط اللي انا طبعا انا بشبك بنفس خيط الشنطه، تقدري تشبكي بنفس اللون او تقدري تشبكي بالخيط الشفاف اللي احنا بنركب بيه البطان. هاجي اجيب الطرف ده على ده، بدخل فين عشان يبقى شكل التشبيك بتاعي حلو. فوليكن ان انا هنا ايه حرف الغرزه بتاعي اهو اللي انا عاملاه الغرزه الحشو اللي انا لفه بيها، بدخل فيها. وهنا الغرزه المنزلقه اللي انا كنت ماشياها اهي على الجلد من بره اهي قدامي، بدخل من نص المنزلقه. بمعنى ان انا ما بدخل هنا ده الشغل اهو حرف الشغل الجلد، لا انا عايزه ادخل من نص المنزلقه دي بتخلي شكل الشنطه التشبيك انضف، كمان بتخلي الشنطه تبقى عادله نفسها. تلاقي الشنطه القطعه دي لما بتركب على القطعه دي تلاقيها مظبوطه وواقفه. يعني بمعنى ان انا بدخل اهو من نص المنزلقه هنا اهي، المنزلقه اللي انا عاملاها بره اهي، بدخل من نصها واخد الغرزه بتاعتي اهي وادخل على الغرزه المقابله عندي مثلا هنا وليكن هنا اهي. طريقه التشبيك دي هتبقى احلى بكتير وبتخلي شكل الشغل انضف. تمام بقى. وهبدا بقى اخد كل غرزه اهي مع الغرزه المقابله ليها كده، هدخل في الغرزه اللي بعدها هاخد من النص من هنا من نص المنزلقه اهي واخد الغرزه المقابله. ممكن وانتي بتشبكي ما تلاقيش الغرز كلها مقابله لبعضها، يعني انا مش عامله عدد الغرز في القطعه المستطيله نفس عدد القطع اللي في الجلد، فبتمشي حسب الغرزه والغرزه المقابله ليها. هنشبك ازاي؟ هشبك الجزء ده كده واطلع لفوق واربط الخيط وافصله، وارجع اخد الجنب ده واطلع لفوق وافصله. هي ممكن تاخد معاكي خطوات زياده، لكن ان شاء الله بتضمني ان الشنطه تبقى مظبوطه وما تجيش تلاقي جنب اطول من جنب. وطبعا زي اللي انا عملته ده، لمجرد ما بتظبطي النص ده اما بتيجي تركبي الوش خلاص بيبقى مظبوط، وتلاقي كل غرزه مع الغرزه المقابله ليها. هشبك النص ده ونيجي نشوف مع بعض.
اهو دلوقتي انا بعد ما شبكت الجزء الاولاني اهو اللي هو في الظهر اهي، ده شكلها من بره اهي. الغرز عندي اهي، شكل التشبيك اهو مش باين، شكله نظيف اهو، وكل الاجزاء بتاعتي اهي ادي شكلها من جوه كده. خلاص بعد ما بتخلصي الجزء ده بتجيبي الجزء التاني ونحطه، وبنفس طريقة التشبيك اهي. انا حتى لسه ما فصلتش الابرة، بشبك بنفس وخلاص، بتبقى سهلة جدا لان انتي خلاص ظبطتي من فوق كمان. فبتيجي بقى من هنا نحط، وزي ما اتفقنا بقسم زي ما قسمت القطعة هنا وحطيت الماركر، القطعة الجلد التانية برضو بعمل فيها نفس الطريقة. بجيب القطعة هوريكي برضو اهي، القطعة اهي الجلد، باجي اروح مطبقاها كده، مطبقاها من النص كده. طبعا دي عشان فيها قطعة زيادة اللي هي في الوش الجلد اللي هي الجيب، فبتبقى تانيها مش زي القطعة التانية اهي. هتتنيها هتطبقيها على بعضها كده، وهتيجي الغرزة اللي اتكونت عندنا في النص هنا نحط فيها الماركر زي ما طبقنا دي، وتروحي شبكة هنا اهو. هتجيبي الجزء ده على الجزء ده، وهنا الماركر وزي ما اتفقنا انا بشبك من النص واطلع للجزء اللي فوق، وارجع من النص وارجع للجنب ده كده. يعني ابسط طريقه تقدري تشتغلي بيها الشنطه دي. كمان بقى هبدا احط اللي هي المسامير او العلايات اللي بتتحط في القاعده. هبطن القاعده بس من تحت، من هنا بس الجزء التحتاني ده هبطنه بالبوري. شكل الشنطه معانا اهو بعد ما قفلت الجناب كلها وركبت الوشين. بعد كده المفروض ان انا ببطن القاعده عندي. انا هوريكي هنا اهو، ده الشكل التاني. انا هنا مبطنه القاعده اهو بوري، بصي القاعده بس، وركبت المسامير هنا اهي بقى ده شكلها. فكده ده الشكل النهائي بتاعنا للموديل. طبعا عشان الشنطه جاي معاها دراع طويل، فانا هنا ركبت اللي هي الحلقه الجانبيه دي هنا اهي وهنا، علشان تركب فيها الايد الطويله. كده بالنسبه للموديل احنا كده قفلناه. البطانه اسهل بطانه ممكن تعمليها، هوريكي اهو اللي انا عملتها. بطانه بصي، بحط الشنطه بتاعتي وبقص عليها داير ما يدور الجلد كده، بحط الجلد وبقص عليه. وطبعا الجيب بسوسته احنا عاملينه مع بعض قبل كده، وليه ليه فيديو مخصوص اهو. انا هنا عامله الجيب بسوسته اهو، وعامله الجيب بسوسته نفسه جيب اهو. والبطانه اهي شكلها. البطانه انا طبعا انا عارفه ان احنا المفروض يفضل تبقى البطانه ساده علشان الشنط الجلد منقوش، لكن انا ما توفرش عندي جيل القماش الساده، فانا نقيت يعني اقرب حاجه اللي هو يبقى المقلم ده، هيبقى هادي شويه. تقدري تشتغلي بالبطانه القطن، البطانه الجوخ، البطانه اللي هي الساليه اللي هي شبه المشمع شويه دي، او شبه الستان، المتاح عندك تشتغلي بيه. كده خلاص الشنطة بعد ما خلصناها، بعد ما شبكنا الجنبين، انا ركبت اللوجو، ركبت الحلقات زي ما قلنا عشان الدراع الطويل لو حابة تشيليها بيه. ده شكل السوستة كمان من فوق اهي شكل البطانة اهي. طبعا البطانات كان يفضل تكون ساده، بس انا اشتغلت بالمتاح عندي. تركيب البطانه اهي مش باينه خالص. طريقه تركيب البطانه هتلاقيني سايبه لك اللينكات في صندوق الوصف، سواء طريقه تركيب البطانه او طريقه عملها وطريقه عمل الجيب بسوسته. كل البطانات اللي احنا عملناها على القناه ان شاء الله هتلاقيني سايبها لك. الشنطه حلوه جدا وخفيفه جدا وعمليه جدا. ان شاء الله لما تجربوها وتشتغليها هتلاقيها حلوه جدا وسهله وبسيطه، ولو حتى مبتدئه ان شاء الله تقدري تنفذيها. فاتمنى في النهايه يكون الفيديو كان خفيف وبسيط وتستفدنا فيه مع بعض، وان شاء الله انتظرونا في موديلات جديده، وان شاء الله هنرجع ونشتغل. دعواتكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناه، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار جديده. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.